السلام عليكم جميعا، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وطيبين وفي احسن صحة وحال. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. انا طلعت المرة دي قد كلامي اهو، ما اتأخرتش عليكم. فهنبتدي اليوم كده بالصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه. واكتبوا تحت في التعليقات حاجة ناخد عليها حسنات. انا بدأت الفيديو معاكم ان انا اتمشى، والفترة دي اي فرصة بتيجي للمشي بتمشى، علشان انا ولا بلعب رياضة ولا بروح الجيم. والجو بدأ يبقى حلو، يعني مش هو لسه حر عندنا، بس مش الحر اللي هو بتاع شهر 7 وشهر 8، يعني حر مقبول كده. والأماكن هنا تسمح بالمشي، فأنا كل ما يجي مشوار نوفر ال4 جنيه مواصلات وننزل نتمشى شوية. المهم، أنا بقى يا ولاد بعمل ايه في هذه الفترة من حياتي والفترة اللي أنا اختفيت فيها. طبعا أنا رجعت لكم فيديو من كام يوم كده، بس ما حكيتلكوش فيه أي حاجة. فاحنا مع بعض الأيام الجاية هتوريكم كل الحاجات اللي حصلت. فأنا المهم بقى ايه، رجعت البيت. يعني وانا هنا بصور لكم في الفقره دي كنت لسه هناك في دمياط الجديده. انا بقى رجعت البيت خلاص، فمضطر ابدا في خطوات جديه للهجره. وهظبط الدنيا كده. في الفتره دي من كل سنه اللي هي في الخريف، يعني ببتدي ادخل في تنظيفات الشتاء واحده واحده. لان انتوا عارفين نظامي ان انا ما بحبش اشقلب البيت مره واحده واهد نفسي، عشان انا للاسف مش بقدر اجيب حد يساعدني في البيت. مش عارفه اجيب حد يساعدني في البيت، فبمشي براحتي خالص بخطوات بسيطه، حتى لو هقعد 3 شهور انضف. فاول حاجه بعملها، ودي انا بعملها طول السنه اصلا، اللي هي خطوه التنظيم والترتيب والتخلص من الكراكيب. تمام. فانا عملت ده ولا زلت بعمل فيه كمان. المهم في الحاجات دي بقى انا هحط لكم كل المقاطع في الفترات اللي انقطعت عنكم فيها يا ولاد. كان حصل ايه؟ كان حصل عيد ميلاد زوزو، وعيد ميلادي، وعيد جوازي. فكل المناسبات بكل التورتات والجاتوهات صورتها لكم كده اتفرجوا عليها وانا برغي معاكم. المهم، دلوقتي الخطة بتاعتنا بقى في شهر 10. الفيديو طبعا بدأت أسجل عليه صوت واحنا في شهر 10، بس المقاطع اللي هتظهر قدامكم والحاجات اللي جات لي في عيد ميلادي والحاجات اللي أنا جبتها لنفسي برضه هحطها لكم في آخر الفيديو كده. برضه كانت حاجات في 7 في 8 في 9. المهم، هنعمل ايه؟ انا هبتدي انضف في البيت واحده واحده. التنظيفه اللي هي بتاعه اشيل السجاد. انا كده كده بصوا، كده كده على بدايه الصيف كنت شايله السجاد وغسلاه، وحتى بداله بديل سجاد او في اماكن مش فرشه فيها اصلا. فانا الحاجات متشاله نظيفه، اللي هي الكسوه بتاعه الكنب والكفرات والحاجات دي كلها. لو انتم متابعين معايا في الفيديوهات فانتوا عارفين السيستم بقى. المهم، ما تنسوش تقولوا لزوزو في التعليقات كل سنه وانت طيبه. صحيح عيد ميلادها كان من 3 شهور، بس انا ما كنتش موجوده معه على القناه. المهم، لما رجعت البيت اول حاجه عملتها ان انا كنت عايزه اشيل البرائع، الستاير. انا ما عنديش ستاير كتير في البيت، ولكن بجد شيلهم وتركيبهم صعب صعب صعب. لماذا؟ علشان انا طبعا مش هقدر لكم تقولي قد ايه، بس انتوا اكيد عارفين. فعشان محتاجين حد طويل يساعدنا شويه في فك الستاير، وانا بعمل لوحدي. والستاير اللي داخله ورا الدولاب دي علشان افكها انا بحط سلم خشب وبطلع ببقى نصي بقى فوق الدولاب، فبيبقى منظر ما اتمنهوش لألد اعدائي. المهم، استعنت بالله وقلت يلا خلاص انا هشيل الستاير، ولكن انا هغسلهم. في العادي لو انا بنضف عشان هقعد في البيت، انا بغسل الستاير وبيطلعوا لي من الغساله منديين شويه، بعلقهم مش بحطهم بنشرهم على حبل ولا حاجه، بيتحطوا عادي مكانهم، بيبقوا ايه، بينشفوا. بس بما ان انا بقفل الشقه ومش هرجع الحاجات مكانها، فانا هغسل الستاير، هتتشال الى اجل مش عارفين امتى بقى. المهم، كمان عايزه اشيل الكفر اللي هو بديل السجاد اللي في الصاله ده، لان لونه فاتح وهو خلاص كفايه عليه كده. انا في الشتاء اصلا مش بفرشه، انا بفرش السجاد بتاعي. فدي الخطه بتاعتي الفتره دي. يبقى اول حاجه هشيل الستاير. لو انتوا برضو زيي، انا عارفه انتوا تقريبا المدارس بدات وبتاع، فعشان ما تجيش على لسه بدري على الشتاء، يعني احنا لسه في بدايه الخريف، ممكن تبتدي واحده واحده. فانا عندي الطبقه الاولى من الستاير دي اللي هي فيها سكوتش او لزق كده، فدي بقدر اشدها عادي حتى وانا واقفه على الارض من غير سلم. اما باقي الستاير استغفر الله العظيم، بضطر ان انا اطلع على السلم وببقى خايفه اتزحلق وحاجات كده. فكنت ايوه، ده كان منظري بالظبط والله العظيم. كنت اطلع افك جزء وانزل تاني اتشاهد استر يا رب هتزحلق الحقوني. فبدات افكها واحده واحده. الموضوع اخد مني ساعات من الزمن، بس طبعا في الفيديو كده تلاقي الموضوع ايه في ثواني ودقائق، بس عادي. المهم يعني الحمد لله الحمد لله فكيتها بطلوع الروح. والغساله صديقتي الصدوقه كنت مرعوبه ان هي تبوظ مني النهارده، لان هي ايه زي ما قلت لكم خستها مره تغسل ومره تعطل، فبريكس ده مش حلو، مش حباه. فهو كلوريل او كلوريل احسن منه بكتير، فانا هستخدمه وخلاص. انا هغسل الستاير على 3 مرات في الغساله.
طبعا المفروض نريح الغساله بين غسله والتانية، بس انا يعني ايه بتريحها نص ساعه كده على ما الستاير اللي نشرتها انا بقول ايه، على الستاير اللي غسلتها ونشرتها تنشف، اكون حطيت الدور اللي بعديه. بقيت اشيل شويه واعيط شويه وضغطي يوطى شويه وبعدين ارجع اكمل تاني. فيديو تشجيع يا اولاد، قوموا اللي وراه غسيل ستاير يغسل ستاير، وراه غسيل سجاد يغسل سجاد. ليه؟ علشان احنا شويه والدنيا هيبتدي تمطر، وشويه وهيبقى فيه تراب، وشويه ومش هيبقى فيه شمس قويه تنشف لنا السجاد. فانا بدات بدري، وطلعت كمان الكسوه بتاعه الكنب. لو انتم متابعين معايا عارفين انه السفره والصالون انا ببقى حاطه عليهم كسوه كده، اللي هي اللي هي بتبقى بسوسته دي، اللي احنا بغطي بيها يعني الكراسي. فانا بشيلها في الصيف علشان بتبقى بتحرر الشقه قوي. كنت غسلاها ومتشاله نظيفه ومتعطره وزي الفل، طلعتها حاسه ان انا بودع الشقه. المهم حطيت الكراسي بتاعه السفره، وكمان طلعت الكسوه بتاعه الصالون علشان برضو انا همسح الصالون وهغسل وهفرش الكسوه بتاعته دي، علشان خلاص كده باي باي صيف بالنسبه لي. وفاضل بس السجاد. طبعا انا ما قدرتش، كان لسه في باقي الستاير بتاعه الصاله وستاير الاوضه بتاعتي، بس انا كنت خلاص فقدت قدرتي على الحياه ورجليا ما عادش قادره. انا بدات شغل الساعه 11 قبل الظهر، خلصت تقريبا الساعه 5. فاللي هو بس كنت خلصت ومبسوطه جدا بانجازي، اللي هو انا فرشت الصالون وفرشت الكسوه بتاعه الصاله، وكمان غسلت كل الستاير اللي انا عايزه اغسلها النهارده. الستاير الباقيه هياخدوا دور واحد بس في الغساله، فقلت اعملهم تاني يوم. تقسيم الشغل علينا بيبقى حلو. انا لو عندي وقت او الدنيا اسهل يعني ما كنتش عملت كل الحاجات في يوم واحد. ففي الفيديوهات الجايه ان شاء الله هنكمل مع بعض ترويق وتظبيط في الشقه وشراء في الحاجات اللي عايزين تتشرى، وهاخدكم معايا ولاد يعني ان شاء الله كده من غير مقاطعه. مش هنقطع عنكم الفتره الجايه علشان تمشوا معايا في رحلتي في حياتي الجديده. المهم كنت مصوره بقى في شهر 7 و8 الحاجات اللي جات لي، فقلت ايه احطها لكم بقى عشان نخلص منها كده. منها ان انا في حاجات جربتها، حاجات هي كل الحاجات اللي جات عنايه شخصيه، فيعني حاجات سكين كير وحاجات للشعر وكده. فهشارككم ريفيو بما اني جربت في حاجات جربتها، اقدر اقول لكم رايي فيها دلوقتي. كانت جالي المجموعه دي هديه، كانت مرات اخويا جايبها لي عشان عيد ميلادي. فهي المفروض انه شامبو وبلسم وحمام كريم وسيروم وكريم كده للشعر. انا بستخدمهم وهو من شهر 7. فبالنسبه لي طبعا الكميه بتاعتهم طبعا ما اعرفش اسعار بقى، بقول له جايه لي هديه. فالكميه بتاعتهم حلوه جدا، ريحتهم حلوه قوي، يعني من اكتر الحاجات المميزه في المجموعه. اسمها لينزا فلاور، اسمها لينزا اعتقد. زي ما هي قدامكم كده. سعرها مش عارفه، ولكن هي كويسه معايا، كويسه معايا. السيروم بتاعها حلو، الريحه بتاعتهم حلوه، الترطيب بتاع حمام الكريم حلو. الكميه دي ممكن تقعد معايا سنه، لان الكميه كبيره بجد. يعني انا لو انا بشتري، انا مش جاي لي هديه، مش هشتري حاجات بالكميات بالحجم الكبير قوي ده. هي ممكن لو عيله بقى، او انت مثلا هتستخدميها مع بنوتك او مع اختك او مع مامتك، هتبقى حجمها كويس قوي. المهم انا اول ما جبتهم، انا عموما ما بفتحش الحاجات كلها مع بعض. يعني انا استخدمت الشامبو وحمام الكريم، ما استخدمتش لسه البلسم، لان انا هفتح البلسم وحمام الكريم والاتنين حجمهم كبير، هيقعدوا عندي فعلا اكتر من سنه، لان انا فرد واحد في البيت. والسيرم جربته حلو وبيطري الشعر وريحته جميله. ده اللي هو الكريم اللي المفروض ان هو بالعسل وبزبده الشيا. حلو حلو لطيف، بس عايز شعر تقيل. يعني عارفين لو شعرك تقيل كده تاخدي منه قطع صغيره جدا 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 جدا. فدي كانت اول حاجه جات لي عشان عيد ميلادي. جابت لي كمان الالترا فيت، ده كريم. زي ما قلت لكم كل الحاجات اللي جات لي حاجات عنايه. ده كريم انا كنت جربته وخلص، ورجعت اشتريته تاني، ورجعت هي جابتهولي. اللي هو الترا فيت ده حلو جدا ترطيب القدم. وجابت لي الروج ده درجه، هي عارفه الدرجات اللي انا بحبها، فالدرجه حلوه جدا. وكمان المانيكير ده كنت في الفترة دي بقى مهتمة بضفري ومطولاه وبحط مانيكير وبتاع. حاليا واحنا في شهر 10 ما فيش اي كلام من ده. فنرجع نهتم تاني من اول وجديد. المهم طبعا زي ما قلت لكم مش عارفة الاسعار، بس دي كانت اول حاجة جات لي عشان عيد ميلادي. وبعد كده كنت انا في شهر 8 وشهر 9 كنت في مرحله الانحدار بتاعتي، فكنت منقطعه عن القناه. فرجعت بقى ايه، قلت احط لكم الحاجات دي عشان تشاركوني يا اولاد، انا بفرح قوي باي حاجه تيجي. المهم دي تاني حاجه جات لي. ايه الواحد
يعني انا اصلا كنت قلت حتى انا عايزه اجيب لنفسي هديه، حتى لو حاجات انا محتاجاها هعتبر انها كانها هديه. المهم الحلق ده هي حاجات اكسسوار كده من، لو عارفين البنات اللي في دمياط، مول الرداد اللي في دمياط القديمه، في شارع كده قدامه، في طريق طويل كده كله اكسسوارات، قدام مول الرداد على طول، الشارع اللي جنبه. فطبعا مش فاكره اسعار بقى. المهم الحلق ده جبته، هو المفروض ان هو ستانلس ومش بيغير لونه ومش عارف ايه، بس بصراحه لا، يعني لازم تحافظي عليه قوي، ولا ميه ولا برفيوم ولا اي حاجه. وجبت الخاتم ده عشان انا كان من احلامي ان انا اجيب الخاتم ده. ف فجبته، هو كبير شويه على ايدي بس مش مشكله عادي، يوما ما هنتغني ونجيبه دهب، ما علينا. المهم مش فاكره سعرهم بصراحه، بس عجبني. عارفين لما تجيبوا حاجه وانتوا بره وبعد تبقى عاجباكوا، او تروحوا البيت تحسوا اللي هو لا مش عاجباني؟ فانا الحلقه لما روحت البيت حسيته كبير قوي، انا مش بحب الحاجات الكبيره قوي دي، بس عادي تمام خير الحمد لله. وحاليا انا بقالي شويه بلبس فيهم وتمام، ما غيروش لون ولا اي حاجه، بس عايزين تحافظي عليهم قوي. في الفتره دي برضو كنت بنزل الجيم، فانا في الجيم مش بلعب بشعري، ما احنا ماشي الجيم مش مختلط طبعا كلها ستات في بعض، بس انا مش بحب العب بشعري، فبضطر البس حاجه، فاكيد مش هلعب بالطرحه، فقلت اجيب اللي هي اسمها ايه، سكارف خفيف قطن ينفع الفه. هو طبعا الافضل ان انت لو بتلعبي رياضه تلعبي بشعرك، عشان مش حلو انك شعرك يبقى متغطي وانت بتلعبي رياضه، بس مش مهم، برضو مش هقعد قدام الستات بشعري. المهم جبت الاتنين سكارف دول، كنت جايبهم عشان الجيم، وبعدها بطلت الجيم بقالي شهرين ما بروحش. المهم جبت كمان ايه بقى، انا دايما بحب الشاور اللي هو بتاع ايه، الباث بومب ده، اللي هو املى البانيو واحط فيه الكره الفواره دي، والحاجات بقى اللي هو ايه الدلع بتاع السبا والحاجات دي، فمش بنعرف نروح اماكن زي دي، فبعملها في البيت. فانا جبت الكره الفواره، هي رخيصه كانت مش فاكره ب25 او 28، وجبت كمان املاح الشاور دي، اللي هو بتعمل بيها سكراب في البيت، برضو سعرها كان رخيص، انا فاكره ان سعرها تقريبا كان 25 جنيه او حاجه. الماركه اسمها ايفونا، انا جايباها من محل اسمه ايه يا ربي، محل اللي هو المحلات بتاعه الحاجات بتاعه البنات دي. والكوره دي بحب اجيبها كده مره تفاريح كل فتره، دي كانت ب5 جنيه، وبعدين بقت ب10، وبعدين بقت ب15، وبعدين اخر مره اعتقد جبتها ب25 او ب28. وجبت كمان الشيت ماسك بتاع بوبانا ده، جبته علشان بصوا كنت جايبه 3 حاجات دول علشان انا دايما قبل المناسبات المهمه، يعني كان بالنسبه لي المناسبه وقتها عيد ميلادي، عايزه ادلع نفسي شويه في البيت، فقلت هعمل السبا في البيت، وما عملتش حاجه. ليه ما عملتش حاجه يا بنتي يا سوسو؟ علشان انا قبل عيد ميلادي بيوم جالي دور برد شديد وصعب جدا جدا جدا، ولا خرجت من البيت ولا عملت السكين كير ولا عملت اي حاجه بس عادي عملت بعدها. المهم اخر حاجه بقى، ودول انا اللي كنت جايباهم لنفسي هديه، كانت مجموعه كده من ماركه اسمها 18 بلس او بلس 18 مش فاكره. المهم المجموعه عباره عن ايه، هو كان عرض، انا لقيت فجأة كل البلوجرز اللي انا متابعاهم والناس على الانستجرام والاعلانات بتاعه فيسبوك بتتكلم عن البيج دي، اللي هو انه البودي سبلاش بتاعتها الروايح بتاعتها تحفة، وان هي ثباتها حلو ومش عارف ايه، فانا جبتها. هل هي حلوة ولا وحشة؟ هي حلوة. الشاور جل ده بصوا كلهم نفس الريحه، يعني المجموعه اللي انا جايباها نفس الريحه بس فيها روايح مختلفه. الشاور جل ده لسه فاتحاه قريب، بس ريحته قويه قوي قوي قوي، يعني ريحته حلوه جدا. كمان جبت اللي بيجي معاها البودي سبلاش، البودي سبلاش اللي انا جبته انا اخترت المجموعه اسمها نوتي جيرل، حلوه قوي بصراحه مش فاكره السعر، بس حاسه ان هو يعني كان البودي سبلاش مثلا لو ب 350 او حاجه، فهي المجموعه على بعض مفروض انت فيها توفير كتير قوي. كمان معاها الديودرنت، استنى هنا ده البودي سبلاش، بصوا اسم الماركه بلس 18، فانت تقدري تدخلي تكتبي في السيرش على الانستجرام على اسمها، لو حابه تشوفي الروائح او تشوفي الانواع وبتاع، او لو عروسه المجموعه دي تنفع عروسه حلوه قوي قوي قوي، لان بجد ريحتها حلوه. يعني زي ما بشرحها لكم كده، الشاور جل ومعاها البودي سبلاش. البودي سبلاش ده احنا بنرشه كده على الجسم عادي او على الهدوم، يبقى بدل البرفان بتبقى ريحته قويه شويه، ده ريحته اخف شويتين 3، والكميه بتاعته كبيره، يعني ما تخيلتش حجم الازازه ان هو هيكون كبير، انا بستخدمها اهو بقالي شهرين ولسه ما خلصتش ربعها. كمان الديودرنت ده او مزيل العراق ده جاي مع العرض، وما استخدمتوش لسه، ما فتحتوش لاني عندي غيره، بس انا فاهمه انه نفس الريحه خلاص، هما كلهم المجموعه نفس الريحه، بتحسي ان انتي فواحه كده وانتي حاطاهم في البيت. اعتقد هيبقى كويس كريحه، لكن لسه كاستخدام بقى وكده مش عارفه، اما جربوها اقول لكم. كمان معاهم العلبه الصغيره البيضه دي، المفروض ان هي هاند كريم، يعني كريم لليد وللجسم،
ينفع تستخدميه للاتنين. هو حجمه صغير لكن ريحته قويه، ريحته قويه وترطيبه لطيف يعني. كمان حجمه حلو قوي ان هو تحطيه معاكي في الشنطه مثلا وانتي نازله او كده. فانا جربت كل الحاجات دي فعجبتني، وبجد لو عروسه او بتفكري ان انت، او حتى مش عروسه، احنا يعني مش لازم ندلع نفسنا عشان نبقى عرايس. كمان جاي معاهم المفروض دي هديه، المفروض دي ان هي الشفرات الحريمي دي بتاعه الشيفنج. انا ما جربتهاش برضو، لان انا قلت لكم طبيعي انا مش بفتح منتج لو انا عندي منتج زيه، فانا لسه عندي. فانا لما اجربها برضو هقول لكم رايي فيها. ودي كانت كل الحاجات اللي جات لي في ايام عيد ميلادي، وانا دلوقتي بكلمكم من موقعي هذا وانا خلصت تنظيف في الأوضة ومش قادرة مش قادرة أعمل أي حاجة تانية. فبكرة إن شاء الله هكمل وهصور معاكم وهنزل لكم بقى إن شاء الله باقي. تصدقوا جبت هدوم وجبت حاجات. لو حبيت أشارككم يا ولاد بقيت مشترياتي العظيمة اكتبوا لي بقى في التعليقات، عشان أنا بحس إن بتاع مقاطع المشتريات دي بتبقى مملة، أو مش عارفة الناس بتتبسط بيها أو لأ. فانتوا قولي في التعليقات وأنا لو حابين هبقى أشارككم أنا جبت هدوم إيه وعملت إيه وكل حاجة في الفترة اللي اختفيت وتبخرت فيها. المهم ده كان فيديو النهارده، استنوني قريب ان شاء الله فيديو جديد، وما تنسوش تدعوا لي بالشفاء وصلاح الحال، ولكم بالمثل يا رب. واشوفكم قريب في فيديو جديد، وشكرا لكم والسلام عليكم.